الزمالك يقصي بيراميدز من على القمه ويتعادل معاه 1-1 في مباراه ما كانتش افضل حاجه. تقدم للزمالك مصطفى شلبي وتعادل لبيراميدز في الشوط الثاني فخري لقاي من ركله جزاء. بدايه وكمشجع لنادي الزمالك ارفض تعاقد نادي الزمالك مع هذه الشركه. اضعف الايمان يا اخي، تعاقد في شركات كتير جدا ممكن تتعاقد معاها، ما لقيتش الا الشركه دي. يعني تعاطفنا مع اخواتنا في غزه، انا كجمهور مفيش حاجه في ايدي، لكن بعلن رفضي التام تعاقد نادي الزمالك مع الشركه دي او مع مشروب الدم زي ما بيقولوا. حسبي الله ونعم الوكيل. اكتسب الزمالك حارس موهوب، حارس كويس، عمل مباراه جيده، بتلعب فريق تقيل زي بيراميدز، اسامي تقيله قدامه، بيراميدز ما تشطش عليه كتير، ولكن في اللحظات الاخيره للمباراه اثبت انه حارس كويس جدا، طلع حوالي هدفين، انقذ انفراد، طلع كوره رائعه جدا من زلاكا. حارس موهوب مع الوقت ياخد فرص هيبقى كويس جدا، وكفايه بقى عبث وكفايه تهريج مع حراس منتهيه الصلاحيه. لو هنتكلم على المباراه كان بيراميدز مسيطر عليها من بدايتها لنهايتها، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الاولاني بيراميدز بادئ ضاغط، ولكن بسرعه الزمالك بيعمل هجمه سريعه، شلبي بيعدي من احمد فتحي بيضربه بالبنيه كده في وشه والحكم بيديله انذار. عبد الله السعيد بيلعب فاول رائع جدا، بتروح لناصر منسي في السكس ياردة، بيلعبها برعونه جدا في رجل المدافعين. بعدها بشويه محمد حمدي بيلعب كوره بالعرض، مهند لاشين كان لعب له كوره حلوه جدا، بيلعبها بالعرض تخبط في رجل مجدي وتدخل جون، والحكم بيراجع الفار، وتحديدا الفار بيراجع الحكم وبيقول له الكوره اوفسايد، كوره فيها شك كبير الحقيقه، ولكن الحكم كان رؤوف بمحمد مجدي مدافع الزمالك وبيلغي الهدف اللي جابه في نفسه. طوال احداث المباراه الزمالك كان تحت الكوره، الزمالك كان بيدافع بشكل كبير، كان الزمالك لما الكاميرا تيجي فوق كده تلاقي الزمالك كله متراجع باستثناء ناصر منسي هو اللي كان بيبقى في نص ملعب بيراميدز، غير كده الزمالك كان بيستنى يلعب على الكاونتر اتاك. وهتدي عنوان لاول نص ساعه في المباراه، مباراه خاصه ما بين فتحي وشلبي، فتحي ضرب شلبي بتاع 50 مره مثلا، والحكم اداله انذار واحد بس. زي ما قلت لكم ضغط قوي بيراميدز، وعمر جابر كان بيعمل تغطيه عكسيه كتيره جدا، مجدي والزناري كانوا عاملين ماتش حلو جدا، شوط اول كانوا عاملين حلو جدا، قطعوا كوره كتيره، كان عندهم مشكله وحيده لكن هي مشكله صعبه جدا، الكرات العرضيه الكوره بتعدي منهم بسهوله جدا، لكن الكوره اللي على الارض كانوا ثابتين وكانوا بيلعبوا بشكل هايل جدا الصراحه. عمر جابر معاهم وفتوح، الرباعي كانوا عاملين ماتش الى حد ما مقبول، او خصوصا الشوط الاولاني. خلال الماتشات الاخيره منذ عوده فتوح بيساعد في صناعه اللعب، بيدخل لما تكون الكره معانا، بيدخل نص الملعب هو اللي بياخد الكره من المدافعين وبيبدا يوزع الكره يمين وشمال او يعمل كور طويله. هجمه حلوه للزمالك، عبد الله السعيد شلبي بيطلع بالكره بشكل هايل جدا، بيلعبها لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيحط كوره حلوه قوي لشلبي، بيوديه انفراد بالجون ويدخل شلبي يجيب الهدف الاولاني للزمالك عشان يتقدم الزمالك عكس سير اللقاء. هدف حلو جدا لشلبي، شلبي النهارده عمل واحده من افضل مبارياته مع الزمالك، قراراته كانت معظمها صح، كان بيحاول، كان بيدافع، وكان بيطلع بالكره من ورا بشكل هايل جدا، فبيكلل مجهوده في المباراه وبيجيب جون حلو قوي بعد اسيست رائع جدا من المتميز جدا جدا لعبد الله السعيد. الزمالك كان فيه 2 لعيبه مش موجودين في المباراه، نيمار يمكن عمل باصتين ولا حاجه، غير كده ما كانش متواجد، وناصر منسي كانوا خدوا وقت طويل جدا ومساحه لعب طويله جدا في الملعب بلا هدف. جبهه نيمار ما كانتش موجوده عكس جبهه شلبي وفتوح، كانوا شغالين اكتر وكانوا انشط بشكل كبير. مختفي في مباراه النهارده كان ناصر ماهر، علامات استفهام في مباريات كتيره جدا ناصر ماهر ما بتلاقيهوش، بيبان في كوره 2 بعد كده ما بتلاقيهوش، علامات استفهام كبيره جدا على اداء ناصر ماهر او استمراريه ناصر ماهر في الاداء الجيد. الناحيه الثانيه بيراميدز كان بيحاول يعمل خلخله في دفاع الزمالك، يعني زلاكا كان احيانا يدخل مهاجم وفخري لقاي كان بينزل تحت، كانوا بيحاولوا يخلخلوا دفاع الزمالك باي طريقه. انتقدنا دونجا الماتشات اللي فاتت، لكن دونجا النهارده كان فايق، قطع كذا كوره وكان ظاهر بشكل جيد في ماتش النهارده. الشوط الاول بيخلص 1-0، الراجل بتاع بيراميدز عايز يكثف الموضوع، نزل بقى رمضان صبحي ومروان حمدي ونزل دونجا بتاع بيراميدز، وبيخرج مصطفى فتحي بين الشوطين، مباراه قليله جدا من مصطفى فتحي، برده استمرار الماتشات السيئه جدا لمصطفى الفترات الاخيره. خرج الكارتي وبيخرج احمد فتحي اللي كان عنده انذار، وشلبي كان واكل عليه عيش وحلاوه، فقال لك بدل ما ياخد كارت احمر ويكلفني لعيب. الزمالك الشوط الثاني ما جاش المباراه تماما، تراجع كبير جدا عكس الشوط الاولاني، وسايب الكوره برده لبيراميدز، وبيراميدز قعد يضغط بشكل كبير جدا على الزمالك. ناصر ماهر جات له كورتين كده الشوط الثاني تعامل معاهم بغرابه كبيره. خدنا باحمد مجدي في المباراه، طلع كذا كوره حلوه، لكن في كوره كده زودها بيكلف الزمالك ركله جزاء لصالح فخري لقاي، بيدخل يلعبها فخري لقاي وبيتعادل لبيراميدز في الدقيقه 72 عشان المباراه تصبح 1-1 ويستمر ضغط بيراميدز بقوه. منسي طول، نيمار طول في المباراه، الراجل بقى راح منزل رؤى والجزيري، طلع ناصر منسي وناصر ماهر، والاثنين كانوا يستحقوا يخرجوا الحقيقه، وكان معاهم نيمار من بدري. مجدي اتصاب، خرجه ونزل محمد عاطف ودخل فتوح لعب مساك، وعاطف لعب باك شمال. شيكابالا وموتشيابا مكان عبد الله السعيد ونيمار، واستمر ضغط بيراميدز، وبدا الزمالك يطلع بكام كوره. شيكابالا جات له كوره كان ممكن يلعبها في الجول لكن حب يلعبها 1-2 بتتقطع، والزمالك دخل
في سلسله من العشوائيه بشكل كبير، وبيراميدز استمر في الضغط، وتيجي دقيقتين بقى محمود الشناوي تألق بشكل كبير وزاد عن مرماه ببساله في كذا كوره، وتألق وعمل 5 دقايق كده هايلين جدا، ومنع بيراميدز انه يتقدم في المباراه. في النهايه الزمالك ما بيلعبش على حاجه، الزمالك بيلعب مباريات من اجل المباريات ومن اجل تجربه بعض اللاعبين. الزمالك بيتعادل مع بيراميدز، الزمالك عنده مباراه قادمه امام المقاولين، اعتقد في كلام كبير ان جوزيه جوميز هيريح اللعيبه الكبيره جدا عقب مباراه بيراميدز، وهنبدا نشوف لعيبه شباب اكتر الفترات القادمه، هيدي اللعيبه الكبيره راحه سلبيه من اجل الاستعداد للموسم الجديد اللي احنا مش عارفين لسه هيبدا امتى. 1-1 والزمالك يزيح بيراميدز من على القمه، والاهلي يقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري.